السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفاة أسطورة كرة القدم الجزائرية رشيد مخلوفي اليوم الجمعة. أسطورة كرة القدم الجزائرية رشيد مخلوفي توفي عن عام 88 بعد صراع طويل مع المرض. وقالت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية إن رئيس البلاد عبد المجيد تبون تلقي ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل أسطورة كرة القدم الجزائرية رشيد مخلوفي، لاعب فريق جبهة التحرير الوطني التاريخي ومدرب المنتخب الأول ورئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم. وتقدم تبون بخالص تعازيه إلى عائلة الفقيد وإلى أسرة كرة القدم الجزائرية بخالص التعازي. وبرحيل الأسطورة رشيد مخلوفي لم يتبقى من فريق جبهة التحرير الوطني التاريخي إلا دحمان فنون ومحمد معوش. ويعد مخلوفي أحد ألمع نجوم سانتيتيان الفرنسي، وبعد انتهاء مشواره الكروي كلاعب عام 1970 انتقل إلى عالم التدريب، حيث أشرف على المنتخب الجزائري الذي توج معه بالميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1975 بالجزائر على حساب فرنسا ب3 أهداف مقابل 2 بعد الوقت الإضافي، وذهبية الألعاب الإفريقية عام 1978 بالفوز على نيجيريا ب1-0. كما كان الراحل عضوا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 1982 في إسبانيا. وإلى جانب المنتخب الجزائري سبق للراحل أن درب باستيا الفرنسي والنجم اللبناني والمرسي التونسي. وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، وشكرا.